السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم فيديو جديد من مطبخ سيسي. بصوا كده معايا نص فرخة، غسلتها وقطعتها زي ما انتم شايفين، ورحت مطلعه عليهم جناحين ورقبة، وقلت يلا ان شاء الله ما حد حوش. اصل حماتي النهارده بقى جايالي هي واختها، وقلت والله لازم اتوصى بيهم ومفيش حاجة ابدا تغلى عليهم. هنا بقى انا نزلت عليهم كده بكوبايتين من المية، وحطيت معلقة من الملح ومعلقة من السكر وربع كوباية خل، وفضلت اقلب فيهم بقى كده، وقلت اسيبهم كده مفقوعين شوية، قصدي منقوعين شوية عشان ريحة الزفارة تروح خالص. وهنا بقى بعد ما غسلتهم وصفيتهم كويس، طلعت سكينتي وفضلت كده اغز فيهم واعمل بقى فيهم فتحات كده كتيرة وانغص فيهم، طبعا عشان خاطر يشربوا التتبيلة بتاعتي اللي هعملها بعد كده. بصوا مسكت الوراك كده، يلا انغص انغص كده. بصراحة كنت ساعتها متخانقة مع الحربية واخت جوزي، ورحت مطلعة غلي في الفرخة. ربنا يسامحني بقى. بصوا كده معايا اهو. ايه ده؟ والنبي ما انا عارفة هي الفرخة عاملة كده ليه. كان عندها انيميا دي ولا ميتة في تيس ولا ايه؟ ما علينا. بصوا يا جماعة، انا عندي اخت جوزي دي بقى عبارة عن صرم وطالع له ست. والنبي انا ما بحب اتكلم على حد، بس يلا انتوا مش غرب، هحكي لكم عملت معايا ايه بعدين. هنا بقى نزلت كده على الفراخ ببصلة مبشورة، ومعلقة من الملح، ومعلقة من الفلفل الاسود، ومعلقة كبيرة كزبرة ناشفة، وقعدت اقلب كده فيهم. يلا قلبت بقى كده يعني التوابل فيهم، وفضلت بقى امرجح في الفراخ بقى لحد يعني ما عين امها اتفرهدت مني خالص. فقلت خلاص كده كفايه عليها، اسيبها بقى شويه كده زي نص ساعه تتبل بقى وترتاح. هنا بقى جبت طبق ونزلت بيه ب3 معالق من الدقيق، ومعلقه نشا، معلقه صغيره بيكنج باودر، ومعلقه ملح، وربع كوبايه لبن، وبيضه. والله هو مال الفيديو كده عمال يجري، تحسوا ان عليه احكام وهربون. الهي يا رب يسرعك يا ام ايهاب زي ما سرعتي لي الفيديو، مش لاحقه اتكلم ولا اخد نفسي. والنبي كان نفسي احكي لكم قصه البت ام ايهاب دي، بس للاسف انا ما بحبش اجيب في سيره حد، ولا عمري اطلع سر حد ابدا. ما انا برضو مش معقوله هقول لكم ان جوزها متجوز عليها بنت خالته المتطلقه ب4 عيال. يلا ربنا على الظالم. نرجع بقى للقتيله بتاعتنا، قصدي الفرخه. هنا بقيت انفضها كده من البصل، واغطسها في الخلطه كويس، وافضل بقى كده يعني اغلفها كويس جدا، وبين الجلد كده ومن جوه وفي الفتحات اللي انا عملتها كويس. اسيبها كده شويه في التلاجة تتشمع. كده جبت طاسه ونزلت فيها بازازه الزيت. اهم حاجه الزيت يبقى غزير. انا عارفه ان الزيت غالي الايام دي، بس ما تخافوش يعني، هيفضل كده زي ما هو بلونه الذهبي الجميل. احلى حاجه في الخلطه دي اللي هي ما بتسودش الزيت خالص. وطبعا هتقدروا تستخدموا الزيت ده في كل الاكل عادي. والنبي انا عن نفسي عمري ما رميت زيت ابدا، يعني بستخدمه كده يجي 100 مره لحد ما يسود خالص. عارفين لما يسود خالص؟ لا ما برموهوش برضو، بحطه بقى ساعتها على شعر العيال. ما برميش حاجه عندي انا. بصوا انا مش عايزه اقول لكم يعني الريحه قلبه العماره كلها ازاي. وبصوا كده معايا، بصوا اللون التحفه ده. الفرخه دي لو كانت راحت شرم الشيخ عشان تاخد تان، ما كانتش هترجع باللون التحفه ده. بصوا كده حبايبي، مش شاربه ولا اي نقطه زيت، بجد بجد يعني مقرمشه كده وجميله وتحفه. احنا ناويين نقعد كنتاكي في بيته. وهنا خلاص الفراخ طلعت بالسلامه معانا، وقلت ازينها كده بجني بقدونس. وهنا كده قلت اما اشوف كده استوت ولا لا يعني. ايه ده؟ هي بتشد كده ليه؟ ما استوتش دي ولا ايه؟ يلا ما علينا، بألف هنا وشفا على قلبك يا ام احمد.